السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم هالة حافظ أدمن جروب ماجيك هاند كرافت الأشغال اليدوية. والنهاردة بعد طول انتظار خالص معلش اتأخرنا عشان بس احنا خدنا أجازة في رمضان. بس دلوقتي إن شاء الله هنشتغل على نول الخرز وهنعمل إسورة تحفة بإذن الله. ده شكل موديل الإسورة اللي احنا هنعمله. الموضوع سهل جدا، وهتعلم دلوقتي ازاي نقرا الباترون، وهنزل لكم الباترون في الكوميونتي أو في المنتدى عشان خاطر يبقى معانا كلنا، اللي عايزه تطبعه، اللي عايزه تشتغل من التليفون على طول براحتها. ومعايا كمان 3 الوان من الخرز. انا هستخدم 3 الوان. الثلاث الوان اللي انا هستخدمهم، هستخدم اللون البينك او الروز والابيض واللون الاخضر البستاش. دول الثلاث الوان اللي انا هستخدمهم في الخرز. الخرز اللي انا هستخدمه نص تفسيره زي ما احنا متفقين على الاقل في البدايه. وهيبقى معايا ابره كروشيه من الابر الرفيعه مقاس 2 مثلا او 1.5، حلو قوي. وهيبقى معايا ابره الخرز وملضومه في الخيط بالشكل ده. وكمان هيبقى معايا المقص او القصافه، وهيبقى معايا الزراديه لما احتاج لها، ومعايا المزوره. بالراحه خالص بقى. اول حاجه عشان الضم النول لازم ابقى عارفه انا بلضم ايه. انا بلضم اسوره ولا بلضم عقد؟ احنا النهارده هنعمل اسوره. طيب، اشوف اهم حاجه عندي في موضوع الاسوره اللي انا هستخدمها 3 حاجات. اول حاجه بالنسبه لي هو عدد الخرزات اللي موجود بالعرض في الاسوره. هنا هلاقيهم عباره عن 9 خرزات. 9 خرزات لو عديناهم هنلاقيهم 9 خرزات. قاعدة مهمة جدا في شغل النول كله، ان انا لما باجي احسب عدد الفتل اللي انا هشدها على النول، بحط عدد الخرزات زائد 1. يعني هنا عندي 9 خرزات، احط 10 فتل. لو هم اكتر هحط اكتر بواحد. 20 هحط 21. فهمتوني؟ يبقى القاعدة، يبقى الخيط اللي انا هربطه على النول هو عبارة عن عدد الخرزات زائد 1. دي اول ايه؟ اول حاجة. طيب، تاني حاجة انا بشوف مقاس الاسورة بتاعت ايدي. يعني انا دلوقتي الاسورة بيبقى بالمنظر ده كده. خلاص، انا بقيس الاسورة لغاية مظبوطة خالص عليا. اشوفها تطلع كام. بتطلع مثلا في حدود 17 18. هنقص منها 2 سنتي مكان الاقفال، ويبقى دول الجزء المتبقي اللي انا هشتغله. تاني انا مثلا الاسوره بتاعتي طلعت 17 سنتي، هنقص منها 2 سنتي، يبقى انا محتاجه شغل على النول عباره عن 15 سنتي فقط. خلاص تمام. طيب، لو عايزه تزودي زودي، لكن انا افضل بنزود عن طريق السلسله اللي بركبها في اخر التقفيل بتاعي. افضل بلاش تخلي شغل النول نفسه كبير عشان ما يضايقكيش، وينفع كمان لاكتر من مقاس بشغل السلسله. تاني حاجه، انا ابتدي اقيس. دي تالت مسافه انا محتاجاها. المسافه اللي بين ايه؟ بين الحديدتين في النول بالشكل ده. الحديدتين هنا المسافه بينهم حوالي 22 سنتي. انا عايزه اقص خيوط من الخيط بتاعي، بس تكون طويله بحيث ايه؟ بحيث تتربط هنا وتتربط هنا. انا عايزه اربطها على الخشبه دي والخشبه دي. يعني انا عايزه الف الخيط بتاعي كده. بصوا انا عايزه اوصل لفين؟ من اول الخشبه دي للخشبه دي بالشكل ده. انا عشان اعمله ويبقى مستريح انا هعمله في حدود 70 او 80 سم. حد هيقول لي كتير، هقول لكم ان الخيط ده ما بيخلصش خالص. الخيط ده ممكن تقعدي تشتغلي نول طول عمرك، والبكره اللي انت جايباها لاول مره ما بتخلص. فاشتغلي وما تخافيش، اهم حاجه تبقي مرتاحه في الشغل. كل اللي انا هعمله هجيب حدود 70 ل 80 سم من الخيط، وهقص منهم 10 فتلات. خلاص بالشكل ده كده اهو. وحتني عادي من غير ما اقصقص. هقعد اعد 10 فتلات بالشكل ده. دي كده 2 3 4 5 6
7 8 9 10. قبل ما انا اقص لازم اتاكد تاني من نفسي من عدد الخيوط اللي انا هربطها على النول. 3 4 5 وادي 5. خلاص هاجي كده من هنا وهقص. بصوا لاحظوا معايا انا هنا ما قصيتش الجناب، سايباها زي ما هي. هعمل ايه؟ هجيب الجزء ده كده بتاعي واروح رابطه عليه اول المجموعه. ركزوا بقى معايا كويس قوي، انا هربط رابطه والتاني. بصوا يا جماعه، انا لو الخيط بتاعي رفيع انا بحطه في بزنقه هنا في الفتحات دي، لكن انا ما يلزمنيش دلوقتي، مش محتاجه الكلام ده. هوسطن الشغل كده هنا، بصوا كده اهو، واعديه لغايه ما اوصل هما ملمومين كده زي ما هما مضمومين، وبعدين اعديه على الحديده التانيه بالشكل ده، وبعدين اربط هنا كمان. بس بصوا انا ما بحبش اربط من ناحيتين قوي، فانا بعمل حركه ظريفه هقول لكم عليها حالا عشان تساعدني ان الدنيا تبقى معايا سهله. بلف لفه على الخشبه دي وعلى الخشبه دي بالشكل ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ واسيبه مرخي شويه كده، واجي هنا عند الحديده، يا اما تربطي ربطه خلاص هنا او هنا، يا اما تعملي اللي انا هعمله. انا عندي كليبس من الكليبسات دي بحب اقفل بيه احسن بالشكل ده، عشان دلوقتي هتشوفوا ليه انا هعمل الكلام ده. تاني مرحله هقرب لكم كده الشغل كويس، وهجيب الدور بتاع ابره الكروشيه بتاعتي، هاجي على الحديده بتاعتي. ركزوا بقى معايا، هبتدي اوزع الخيطان على الحديده بحيث ان انا اسيب بين كل فتله والتانيه، هسيب ايه؟ هسيب مكان فراغ في الحديده واحد بس. شايفين الشكل؟ يبقى واحد حاطه فيه الفتله، واحد سايباه فاضي، واحد الفتله اللي بعدها. وهبتدي انظم الخيوط بتاعتي بهذا الشكل كلها. خلاص اهو انا بعمل معاكم ده خطوه خطوه من غير ما افصل الكاميرا خالص، عشان دي اهم حاجه في شغل النول بتاعي عشان يطلع منتظم. يبقى انا بسيب المسافه عباره عن فراغ واحد على الحديده. طيب ليه انا بسيبه فراغ واحد؟ بصوا يا جماعه، الموضوع ده بيختلف من اختلاف مقاس الخرز. بصوا اللي انا عملته دلوقتي، بصوا كده هتلاقوني عملت ايه؟ انا نظمت الخيوط على الحديد. انا كده خلصت الايه؟ الجزء بتاع الحديده او الصاموله، سوري، تعتبر الحديده الصاموله اللي هي مشرشره في الجزء الفوقاني. تعالوا بقى نعمل الجزء التحتاني. بعمل كده اهو، بجيب الابره من فوق واسحب اول سطر كده، واروح مظبطاه هو كمان بحيث يبقوا قصاد بعض بالظبط كده، واخد اللي وراه بإبرة الكروشيه. الكلام ده كله يا جماعة مش هينفع بإيدك، لازم معاكي إبرة كروشيه. هل إبرة كروشيه معينة؟ خالص، احنا محتاجين إبرة كروشيه تكون بس سنها رفيع عشان أعرف أتحكم في الخيط، وفي نفس الوقت خلي بالك أنا مش عايزة الخيط يقطع مننا. هاخد فتلة فتلة اهو، انا ماشية معاكم واحدة واحدة. شغل النول سهل جدا وشغل لطيف جدا، ما فيهوش اي مشاكل ولا اي صعوبة، لكن بس عايز شوية دقة
ومسلي جدا جدا على فكرة. تمام اهو ده الشكل. خلصت. بصوا كده هرجع لكم تاني. بصوا كده انا هنا عندي الخيط لسه مرخي، بعمل ايه؟ ابتدي اخد الخشبة اللي تحت دي او دي واشد، اديها لفة، دي الف بيها لفة لبره بالشكل ده كده، بحيث ان تشدلي كل الخيوط اللي موجودة عندي على النول بالشكل ده كده، بحيث يبقى الخيط كله عندي مشدود شدة واحدة. خلاص هبتدي بقى ارجع تاني، هظبط الفتلة دي هشدها وارجع لكم تاني عشان نبتدي الشغل. حبايبي انا رجعت لكم تاني، انا حطيت بس خلفيه لون مختلف عشان عايزه الخيط ده يبان معاكم بشكل كويس. بصوا بقى انا ببتدي اقرا الباترون ازاي، اوريكم الاول قرايه الباترون. بصوا كده الباترون كده بالنسبه لي اهو، الباترون هنا عباره عن 9 خرزات زي ما احنا شايفين. انا بقرا باترون النول من الشمال لليمين، يعني انا بلضم من الشمال لليمين. لما اجي هنا الضم السطر ده بقول 4 خرزات ابيض، واحده فوشيا، وبعديها 4 ابيض. تمام. اللي وراها 3 ابيض، 3 فوشيا، 3 ابيض. اللي وراها 2 ابيض، 5 فوشيا، 2 ابيض. اللي وراها 1 ابيض، 7 فوشيا، 1 ابيض، وهكذا. يبقى دي الطريقه اللي انا بقرا بيها النول، بقرا النول من الشمال لليمين. فاول حاجه هبتدي اعملها ان انا هحط قدامي كده الموديل، وهبتدي انا هشتغل منين؟ هشتغل من اول هنا، لان انا عايزه وسطا، عايزه ال 15 سم بتوعي يبقوا في النص بالشكل ده. استنوا كده ابعد لكم الكاميرا شويه. ال 15 سم بتوعي هنا، فانا هسيب حوالي 3 سم او 4 سم من تحت وزيهم من فوق، عشان انا عايزه في النص 15 سم. مفيش داعي ازنق نفسي من تحت، ببتدي من فوق شويه. بجيب الابره بتاعتي واخد اول فتله على الناحيه الشمال، وابتدي انزل تحتها واعمل ربطتين، اعمل عقدتين عادي جدا. 1 2. وخلي بالك انا بعمل الكلام ده في كل شغل النول، ببتدي شمال من الشمال لليمين، وبعقد العقده بتاعتي، وبسيب ديل صغير بالشكل ده، بسيب ديل صغير كده عشان افنشه ويأمن لي الخيط بعد كده. تمام. بعد كده هاخد الابره وهبتدي الضم. انا هعمل في اول الاسوره سطرين ابيض ساده، هبتدي انقي الخرز اللي شكل بعضه او قد بعضه عشان يطلع الشكل منتظم على قد ما اقدر. 2 3 4 5 6 7 8 ادي 9 خرزات. خدت كام خرزه؟ 9. هنزلهم في الخيط بتاعي بالراحه كده، وهعدي الخيط والابره من الشمال لليمين من تحت الايه شده النول بالشكل ده اهو. ركزوا بقى معايا في اللي جاي حالا. اللي جاي حالا ان انا ببتدي احاول اول سطر بالنسبه لي هو بيبقى اصعب سطر، بعد كده الدنيا سهله خالص. تمام. ابتدي ابيت الخرز بتاعي كل خرزه بين فتلتين بالشكل ده كده. خرزه خرزه هعملها فوق وبعدين انزلها تحت عشان تبقى سهله معايا اهو كده اهو. بالشكل ده كده اهو. كل خرزه بين فتلتين، وخلي بالي ارجع اعدي في كل الخرز مره تانية من اليمين للشمال، بس خلي بالي بعدي في الخرزه وتكون الفتل دي
لتحت، فاضغط من تحت لفوق كويس قوي اهو بالشكل ده. وابتدي اظبط الشغل بتاعي. بعد كده الدنيا هتبقى سهله خالص. تمام تمام. هبتدي تاني اخد 10 خرزات، سوري 9 خرزات. ليه يا جماعه؟ عشان خاطر اعمل سطر تاني قبل الرسمه. وهنشوف موضوع الرسمه سهل جدا جدا، مفيهوش اي حاجه. ادي كده 7 خرزات، 8، 9. هعمل نفس الحكايه، هعدي من الشمال لليمين بالشكل ده. هنا بقى الامور هتبقى سهله جدا. مجرد ما انا هضغط بعد السطر الاولاني كل الخرز هيخش في مكانه بمنتهى السهوله زي ما احنا شايفين كده اهو. ادي كده عملنا اول سطرين بالنسبه لي في الاسوره. دول مش موجودين في الباترون، بس احنا عملناهم عشان خاطر ان احنا نظبط الباترون عشان لما يقفل القفل بتاعي القفل بتاعي اللي انا هركبه في الاخر لازم تبقوا مش داخل على الرسمه، يبقى على خرز ابيض. تعالوا بقى نشوف الرسمه كده مع بعض. يلا بينا. اول حاجه في الرسمه هشتغل 4 ابيض، 1 فوشيا و4 ابيض. هعمل نفس الحكايه، هجيب 4 خرزات لونهم ابيض، وخرزه لونها فوشيا او بينك، و4 تاني من اللون الابيض. تاني ما تنسوش الخرز ده صيني، يعني لازم احاول انقي الخرز اللي قد بعضه عشان الاسوره يطلع شكلها مقبول. تعالوا كده نرجع من الشمال لليمين بطريقتي المعتاده خالص اهو. وهضغط الخرز كله من تحت لفوق، الخرز مضغوط من تحت لفوق، وهخش بالابره في كل الخرز مره تانية اهو. تمام تمام. السطر اللي بعده عبارة عن 3 خرزات 3 خرزات 3 خرزات. هاخد 3 أبيض، وبعدين 3 من اللون البينك، اهو. وبعد كده هاخد 3 تاني من اللون الأبيض. وبرضو من الشمال لليمين اضغط من تحت لفوق بمنتهى السهولة. هيبات الخرز كله بين الفتل، وارجع اشد بالشكل ده، وارجع تاني اظبط. دخلت بالابرة من اليمين للشمال. اللي وراها عبارة عن 2، وبعدين 5 من ابيض، وبعدين 5 من اللون البينك، عارفين يا جماعة احنا لو معانا الخرز التشيكي هتشتغلي على طول وهتوفري تقريبا نص وقت شغل النول، بسبب ان احنا ما بننقيش الخرز زي ما انا بعمل كده. انا بقعد انقي يا جماعة، احنا بننقي رز وادخل من الشمال لليمين بالشكل ده كده اهو. تمام اهو. وهكذا في الباترون امشي بنفس الطريقه. وهنا هوصل معاكم لغايه هنا عشان اوريكم لما ندخل اللون الاخضر اهو. اللون ده الكشمير انا مستبدلاه بالاخضر. يلا بينا نكمل. واحده من اللون الابيض، ومعانا 7 من اللون الكشمير، سوري اللون البينك. 2، 3، 4، 5، 6، 7، وكمان واحدة أبيض.
بالشكل ده. بعد كده هعمل ال9 كلهم لونهم اللون الكشمير، 9 خرزات. أربعة، 5، 6، 7، 8، 9. احطهم من ورا واعدي من الشمال لليمين، اظبط الخرز كله في مكانه اهو. وبعدها هاخد خرزة 4 خرزات بينك، 4 بينك، وبعد كده واحدة ابيض. ادي 1، 2، 3، 4، واحدة ابيض، وكمان 4 من البينك. زي ما احنا شايفين موضوع منتهى السهولة اهو. تقريبا قربنا نخلص اول قلب، فاضله سطر واحد. هناخد واحدة ابيض، وبعدين ناخد 2 بينك، وبعدين واحدة ابيض، وبعدين هدخل اللون الاخضر بقى معايا لاول مرة، وارجع اعمل تاني واحدة ابيض، 2 بينك، واحدة ابيض. هبتدي ادخل اللون الاخضر اهو بالشكل ده. اهو شايفين ابتديت ادخل اللون الاخضر. هاخد السطر اللي بعده عبارة عن 3 ابيض، وبعديها واحدة اخضر، وبعديها واحدة ابيض، وبعديها اخضر تاني، وبعدين 3 ابيض. اهو بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده الشغل ابتدى يبان خالص خالص خالص. هبتدي في القلب الجديد وبعدين هوريكم كام حاجة تانية. القلب الجديد هعمل 2 لونهم ابيض، هاخد 2 ابيض، وبعدهم واحدة من الاخضر، وبعدين واحدة ابيض، وبعدين واحدة بينك اللي هنبتدي بيها القلب الجديد من تحت لفوق. تمام. وبعد كده واحدة ابيض، بعدين واحدة اخضر، وبعدين 2 من اللون الابيض. وهبتدي بقى كده اول سطر في القلب الجديد. اهو بالشكل ده اهو. اضغط كويس جدا عشان الخيط ما يفلتش مني بالشكل ده اهو. شايفين عامل ازاي؟ هبتدي بقى اكمل الشغل بتاعي. هنا خلينا بقى فرصة كده وانا معاكم هوريكم الفتلة دي هنقفلها ازاي. طريقة على فكرة تقفيل النول كلها واحدة، مفيش فيها اختلافات. هلضم الفتلة دي في إبرة فاضية، إبرة جديدة يعني، ويفضل تكون قصيرة
يعني دي اللي قدامي، بس يفضل تكون ابره قصيره، وانتوا اكيد اللي معاكم الابر الخرز كلها قصيره. تمام اهي. بلضم الفتله كده، وبعد كده ادخلها في السطر اللي فوقيها على طول بالشكل ده كده، وبعدين اعمل عقده، وبعدين ارجع بيها سطر كمان، وشكرا. انا كده شطبت الخيط الاولاني. تمام. انا بقى هفضل اشتغل لغايه ما الخيط ده يخلص معايا، واوريكم بقفله ازاي وببتدي ازاي خيط جديد، وبعد كده نقفل الاسوره خالص ان شاء الله. هتكون الدنيا بقت اوضح معاكم جدا. خلاص، يا رب يكون الموضوع سهل عليكم وما يكونش فيه اي حاجه تكون صعبه. خلاص، يبقى دي اول مرحله، عملنا اول قلب وابتدينا في التاني وورينا ازاي نقفل الشغل من ورا، وهنشوف بعد كده لما الخيط يخلص ازاي اشطبه وازاي ابتدي خيط جديد وازاي اقفل الاسوره خالص. ان شاء الله هخلص شويه في الاسوره لغايه ما الخيط يخلص معايا وارجع لكم مره تانية. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت الجزء ده، ودلوقتي الخيط خلص مني. عايزه اوريكم بقى ازاي نشطب الخيط بشكل نظيف جدا ونركب الخيط الجديد. هقرب لكم كده عشان نشوف الشغل كويس. تمام كده، تمام قوي. بصوا حبايبي، انا اهي الفتله معايا خلاص. انا رجعت بالابره في اخر سطر، ببتدي اعمل عقده في الفتله الاخيره بالشكل ده. تمام، ادي عملت عقده. ارجع بالعكس، يعني ايه؟ يعني ارجع في الصف اللي قبله، بس من غير اخلي بالي، من غير ما الخيط ما الخيط يطلع بره الخرز بالشكل ده اهو. تمام، مره وبعدين تانية، وبعدين هعمل عقدة كمان بالشكل ده، وبعدين ارجع في الاخيرة واقص الخيط. انا مش محتاجة استخدم الولاعة هنا خالص ارجوكوا، عشان خاطر الخيط ضعيف، ممكن ده نايلون ممكن يبوظ خالص اهو. خلاص انا كده خلصت شطبت الخيط بتاعي، ودي الطريقة اللي بفنش بيها اخر الشغل برضو. تمام تمام. تعالوا بقى ناخد الابرة الجديدة. الابرة الجديدة فيها الخيط جديد اهو، مفيش طبعا عقدة ولا اي حاجة. كل اللي انا هعمله، بصوا حبايبي، انا عايزة اكون فين؟ عايزة اكون هنا. خلاص، فهبتدي اسيب 1 2 3 4، هخش من تحت من الرابع من اليمين للشمال بالشكل ده. خلاص، سوري، من التالت 1 2 3 كده. تمام، وبعدين ابقى سايبه ديل صغير كده واعمل عقده برضو في اخر فتله. خلاص بالراحه. تمام، وارجع في السطر اللي فوقيه بالطريقه العكسيه، مره يمين ومره شمال، عشان كده قلت لكم 3 اسطر. تمام قوي. ادي التانيه. خلاص، وبعدين التالت. هلاقي نفسي وصلت للمكان اللي انا عايزاه، اللي هبتدي اكمل منه الشغل بتاعي بالشكل ده. ابقى انا في الناحيه الشمال. انا ليه خدت 3؟ عشان ابقى رايح جاي يوصل لي للناحيه الشمال في اخر سطر، وابتدي كالمعتاد اروح برضو قصه الديل ده وما اقلقش منه خالص، وابتدي اكمل الشغل. احنا كده تقريبا فاضل لنا قلب ده وقلب كمان، وبعدين اوريكم ازاي نخلص الاسوره تماما. هخلصها وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت شغل الاسوره بالكامل زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بالراحه كده هنتعلم ازاي نفك الاسوره من على النول بمنتهى البساطه. بصوا حبايبي، هنسيبنا بقى من كل اللي احنا مربطينه ده، وهقص بالشكل ده من هنا بالشكل ده كده، ومن هنا كده. تمام، وهبعد بقى النول خالص من قدام. خلاص، ده الشكل بتاعي. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده همسك كل فتلتين
وهربطهم مع الفتلتين اللي جنبهم. خلاص كده، او كل 3 و3. طبعا احنا معانا هنا 10 فتلات، احنا ممكن نقسمهم اي تقسيمه، بحيث ان انا المهم ان انا عندي امسك الفتل واربطها بالشكل ده كده، عشان ادي واحد بس من غير ما اشد. خلي بالي واعمل الكلام ده على فكره بسرعه، يعني ما اقصش الاساور واسيبها مدة طويله عشان الخيط ده ناعم. خلاص هبتدي اربط كله زي ما انا عملت ده كده، هنا وهنا، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما ربطت بالشكل ده كل 2 أو 3 مع بعض. هبتدي اقصقص بالشكل ده كده، عن قرب بقى، عن مسافات قريبه بالشكل ده. خلاص كده. بعدها هجيب الولاعه بتاعتي وامسك كل مجموعه السحهم وهقفل بالشكل ده كده. الاسوره بتاعتي كشغل خلصت تماما. هبتدي بقى اجيب الحلقات بتاعتي. الحلقه هجيب الحلقات بتاعتي اللي هي التقفيل. انا هنا بصوا كده، انا بس عشان ما اضيعلكوش وقت، انا هنا مركبه القفل اللي هو بالعرض العريض مع حلقه مدوره مع قفل البغبغان. دي ناحيه. الناحيه التانيه اختياري، ممكن تركبي فيها القفل المبطط، ده اساسي، والحلقه دي اساسيه، والسلسله للتوسيع والتضييق. دي انا مركباها اختياري زي ما انت حابه. خلاص هاخد كل ناحيه بالمنظر ده، واجيب بقى معايا الزراديه المبططه بالشكل ده، واجيب معايا اللزق ده او ده او اي نوع لزق اكسسوار. انا هستخدم لكم ده بس عشان ده سريع الجفاف، مش عايزه الاسوره تاخد مننا وقت. خلاص انا هركب ده هنا بالشكل ده كده، وهقفل بالزرادية. خلي بالي عشان اللزق ده قوي. انا مش عايزة بس اضغط قوي، هفضل بس ماسكة سنة صغننة كده عشان خاطر يقفل. وخلي بالك ما تضغطيش قوي عشان الخرز ما يفرقعش منك، ان هنا الخرز ممكن يتكسر بمنتهى السهولة. هركب كمان الناحية التانية بنفس الطريقة وارجع لكم مرة تانية. بحط اللزق حاجة بسيطة جوه القفل، وبعدين بضغط بالراحة على الخرز بتاعي بالشكل ده. هخلص الناحية التانية وارجع لكم نشوف الاسورة بعد ما خلصت. طيب انا رجعت لكم تاني وهوريكم دلوقتي شكل الاسورة اهو. تحفة، شكلها جميل ورقيق جدا. بصوا كده اهي، شكلها حلو قوي في اللبس اهي، شكلها حلو جدا جدا. طبعا بتتقفل بالقفل من ورا بالشكل ده. انا بس عشان ايه مش عايزه اقفلها على ايدي. فاي حاجه من الحلقات دي بالشكل ده كده. بس على فكره انا عاملاها مقاس صغير عن المقاس العادي بتاعي اهو. شكلها حلو جدا جدا، وان شاء الله تكون عجبتكم ويكون مشروع النول سهل عليكم. مشروع النول سهل جدا وما فيهوش اي مشكله خالص. ادي شكل الاسوره من ورا ومن قدام، وانا بحب الحلقه دي والسلسله بيدوها شكل حلو قوي، والالماظه او الكريستاله بيدوها شكل حلو قوي. ان شاء الله اشوفكم على الف خير في مشروع جديد، ويا رب يكون الموضوع سهل عليكم. اي سؤال سيبوهولي تحت الفيديو. اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.